اعتراف أمريكي مدوي يفضح مسرحية البحر الأحمر. فقد كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إجرائها مناقشات مباشرة مع ميليشيا الحوثي بشكل دوري، داعية إياها للعودة إلى العملية السياسية اليمنية. جاء ذلك على لسان مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في مؤتمر صحفي، مشيرة إلى أن الوضع تغير قليلا بعد 7 أكتوبر الماضي، عندما فوض الحوثيين لأنفسهم مهمة احتجاز كافة السفن التي تمر عبر البحر الأحمر. وأوضحت ليف أنها لا تصنف اتصالات بلادها بالمناقشات القوية في هذه المرحلة، مؤكدة أن واشنطن تستخدم كافة السبل دبلوماسيا وعسكريا لثاني الحوثيين عن ما وصفتها بالمغامرة غير المدروسة والتخلص من مخزونهم من الأسلحة المخصصة للاستخدام ضد الحركة التجارية للسفن. تأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط من كشف مصادر سياسية يمنية أن واشنطن بعثت رسائل للحوثيين قدمت فيها حوافز لهم، بما في ذلك رفع الحصار عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة وتسريع محادثات السلام مقابل وقف الجماعة هجماتها في البحر الأحمر. وأشار مصدر سياسي يمني ثان لصحيفة دي ناشونال إلى أن الحوافز الأمريكية المقدمة للحوثيين تشمل إجراءات لإظهار نوايا واشنطن الحسنة، مثل تسريع عملية السلام اليمنية، إنهاء الحرب، ورفع الحصار بالكامل عن مطار صنعاء وميناء الحديدة الذي يسيطر عليهما الحوثيين. وأضاف: منطقيا ستتطلب هذه الخطوات من واشنطن إعادة النظر في تصنيفها للحوثيين كمنظمة إرهابية، وربما الاعتراف بسلطتها في بعض مناطق اليمن. ورفض المصدران التعليق على كيفية رد الحوثيين على الحوافز سواء بشكل إيجابي أو سلبي. ومنذ نوفمبر الماضي شن الحوثيين عشرات الهجمات على الشحن الدولي في المياه الاستراتيجية قبالة اليمن دعما للفلسطينيين كما يزعمون. وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي الهدف من تسريب حزب الإصلاح الإخوان في اليمن وثيقة عسكرية خطيرة إلى جماعة الحوثي، وذلك ضمن التحالف والتخاذل بين الطرفين. وقد صدر هذا في تصريح لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مديرية المفلحي بمحافظة لحج فضل النقاش، أكد فيه أن هدف الإصلاح من تسريب برقية سرية بنفاذ تموين القوات وهو الإيحاء للحوثيين بالهجوم على المناطق المحررة لإسقاطها والسيطرة عليها. وقال النقاش: وزارة الدفاع الشرعية اليمنية تبعث برسالة غير مباشرة لهدفين: الأول إبلاغ الحوثي بالهجوم على المناطق المحررة